السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنصايب معكم واحد الغريبه الصراحه اللي ساهله ويعني غير مكلفه، ولكن المذاق ديالها الصراحه تيجي روعه. نبداو على بركه الله، هي بسم الله. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو وتبارطاجيوه ليا. اول حاجه نبداو على بركه الله، غنحتاج كاس ديال العنبه ديال الزبده، اي ما يعادل 125 غرام ديال الزبده ديال العبار، يعني زبده حيوانيه الا بغيتو تطلع لكم الغريبه زوينه. وهنايا عندي كاس ديال العنبه ديال السكر سنيده الثقيل، ماشي الثقيل، كاس ديال السكر سنيده حبيبات. كما قلت لكم عندي 125 غرام ديال الزبده، وغنخلي لكم المقادير في صندوق الوصف. وعندي كاس ديال العنبه ديال السكر حبيبات، وغنحتاج معاهم كاس ديال الزيت ديال المائده، وغنحتاج معاهم نص كاس ديال الزنجلان اللي ديجا انا منقياه ومغسول وتنشفو. من بعد تناخذ الكميه اللي بغيت وتنغسلها، تنشفها هكا في الفران صافي. من بعد تنعمرها في شي قريعه، وقت ما احتاجيتو تنجبدو. وعندي هنا غندير واحد القبيصه ديال الملحه، وعندي كاس ديال اللوز. انا صراحه ما تنحمرو ما والو، تنعبر كاس ديال اللوز ديال العنبه، ومن بعد تندوزو في الهاشوار. وعلى حسب بغيتو نتوما ديروا بودره تديروا بودره، بغيتو تخليو طريفات هكاك باينين تتخليو طريفات باينين. وغنحتاج واحد جوج خمارات، وغنحتاج نص كيلو ديال الدقيق الفرص الرطب اللي غربلته. صافي تنستمر بحال هكا، تندير ديك الزبده على ديك السكر على الزيت على الزنجلان على اللوز. صافي تنخلط داك المقادير كامله اللي عندي. طريقه واضحه وباينه وسهله. وهاد الكميه هذه ديال نص كيلو ديال الدقيق راه تخرج لكم الكميه ما شاء الله الا درتو على حسب القياس اللي غديروا نتوما. صافي تنستمر بحال هكا، تنخلط هذاك الزبده مزيان مع داك الزيت مع سنيده. انا هنايا الزنجل ما تنحمروش، هذاك الزنجلان تنخلي انا بحال هكا ما محمرش، يعني ما تنحمروش زعما في المقله وعاد تنديرو في الغريبه، لا تنخليه بحال هكاك وما تنطحنوش. علاش؟ فاش تدخلوا الغريبه الفران هذاك الزنجلان اصلا فاش تكونوا تحمروا تيبدا يطرطق. انا فاش نخليه هكاك ملي تنديرو في الغريبه هكاك ما محمرش، اون فوا تدخليها الفران تيبدا يطرطق تبدا تفكع هي. هذا هو السر ديال الغريبه اللي تندير انا، داك الزنجلان هو اللي تيخليها هكاك تفكع. راه ماشي ما تنديرش فيها انا نهائيا الخميره ديال المعجونه، كاين اللي تزيد فيها واحد الطريقه ديال الخميره المعجونه باش تجي هكاك مفكعه. صافي كما تتشوفوا من بعد ما خلطت غنبدا نزيد الدقيق. انا الدقيق تما عابراه، عندي نص كيلو ديال الدقيق ديال الفرص الرطب، وغنحتاج معها جوج خمارات من فئه 7 غرام. صافي غنستمر بحال هكا حتى نكمل ديك الكميه كامله اللي عندي ديال الدقيق، وغنضيف من بعد الخمارات. صافي كما تتشوفوا صافي راني ضفت دوك جوج خمارات من فئه 7 غرام، يعني هذه ما غتحتاج لا دليك لا حتى حاجه، ما غندلكها ما والو. صافي من بعد ما كملتها، لا عندكم هاد الهاشوار بحال هكا داك البلاستيكه انا غندوزها غير في هاد الهاشوار. واللي ما عندوش هاد الهاشوار يقدر يدير الحكاكه، تتشدوا داك الجهه الغليظه وتتبقاو دوزوا فيها داك العجينه حتى تكملوها كامله. انا هنا ما غنستعملش هاد الحكاكه، غندير غير هاد الهاشوار. وعندي هاد الهاشوار عندي واحد الموس ديال البلاستيك. علاش انا درت هاد الموس ديال البلاستيك؟ لانني ما بغيتش هذاك اللوز اللي دايره انايا يتهرس، يعني يزيد يتهاشى. انا بغيت داك اللوز يبقى باين عندي. داكشي كما قلت لكم انا ما بغيتش اللوز يتهاشى، بغيتو يبقى باين عندي. داكشي علاش غندوزها في هذا الهاشوار ديال البلاستيك، وانتم تقدروا تدوزوها في الهاشوار الاخرى ديال الحديد، ولا عندكم هذاك ديال العطريه غير نتوما تديروا الكميه بشويه بشويه. انا عندي هنا الهاشوار كبيره واصلا دايره غير نص كيلو ديال الدقيق، يعني غندوزها غير جوج مرات، المره الاولى والمره الثانيه. صافي وبهذه الطريقه سهله وسريعه، ما تحتاجوش لا تحكوها لا تدلكو. وزيدون هاد الهاشوار ما كاينش شي بيت مغربي ما عندوش هاد الهاشوار، كلنا عندنا الصراحه هاد الهاشوار، يعني راه كاينه في اي دار. المهم انا غنكمل. درت في الاول شويه هذاك النص الكميه، ها نتوما كما تتشوفوا. من بعد ما دوزتها في الهاشوار هاي بدات تتجمع بحال تعرك زعما دلكات، وداك الزنجلان وداك اللوز بحال يطلقوا داك الليدام ديالهم.
بالاضافه على داك الكاس الزيت اللي انا دايره. صافي انا كملت هذا النص وغنزيد النص الثاني كما قلت لكم، حيت عندي غير نص كيلو ديال الدقيق. صافي من بعد غنزيد داك النصف الاخر ونوريكم من بعد كيفاش نكورها. صافي من بعد ما كملت، ها هي بدات تجمع ليا العجينه. تناخذ القياس اللي بغيت، اللي عندها الميزان وبغات تعبر باش تجيبها مقدقه تديروا داك 20 غرام، ما بين 20 غرام حتى ل 25 غرام في الحبه، على حسب الحجم اللي بغيتي نتي، واش كبير ولا صغير. كما تتشوفوا الغريبه ساهله والنتيجه زوينه. صافي غنستمر بحال هكا، تنشد شويه واحد الحفنه ديال العجينه، تنبقى ندوزها من يدي ليدي هكاك، راكم نتوما شفتوا الطريقه. ومن بعد تنبدا نكور فيها هكاك ما بين الكف ديال يديا، تنعطيها الشكل دائري. انا عند بالي هنا راه تيبان اليد ديالي، صراحه ما تتبانش اليد ديالي فاش نكورها، ولكن بعد غتبان لكم كيفاش الطريقه كيفاش نكورها. يعني عادي التكوير ما بين الكف والكف، تاخذوا القياس اللي بغيتو بحال هكا. صافي وتبقاو تجمعوا فيها، تدوزوها من يديكم ليديكم حتى تعطيكم الطوع. صافي باش تقدروا تكوروها. الا بقيتو تكوروا فيها وتشقات لكم الجنب، اذا راكم درتوا الدقيق زايد. خاصكم كي تكوروها تكون عاديه، ما مشقوقه لا من الجنب لا حتى حاجه. صافي انا غنستمر هكا حتى نكمل ديك الكميه كامله اللي عندي، ومن بعد غنصفها في اللاطه. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو تبارطاجوه مع احبابكم وصحابكم، وتخليوا لي لايك وتكثروا لي التعاليق. صافي انا غنبقى هكا حتى نكمل هذيك الكميه كامله اللي عندي. وكما قلت لكم الزبده ديال العبار الصراحه تجيبها زوينه، تعطيها واحد المذاق، واحد اللوغو اخر. ما بغيتوش ديروا غير الزبده ديال البواطه، وما ديروش داك الزبده المارغرين ديك ديال الخاصه بالتوريق، ما تجيش بها زوينه. باش تديروا اما لا بريغي ولا ماكدور ولا ليليا، هادوك ديروهم ولا داك فاميليا. اما هذيك الاخرى ديال التوريق داك لون اللينه ولا معطلونه ولا اللذه ولا داك اطلس وداكشي ما تستعملوهمش، ما تيجيوش بهم الغريبات زوينين. مازال في الصابلي تقدروا تستعملوهم في العجينه الصابلي، تيجي الصابلي زوين. كما تتشوفوا تنبقى نجمعها ما بين الكف والكف ديال يدي، تنكورها. صافي تنعطيها داك الحجم دائري. صافي وغنحطها. الطريقه واضحه وباينه لكم. وقلت لكم انايا السر في باش تشقق ليا هذيك الغريبه، ما تندير لا خميره العجينه لا والو، لا خميره المعجونه لا والو. تنخلي داك الزنجلان ما تنحمروش، تنخليه هكاك. وانا قبل دائما عندي الزنجلان تنجيبو بحال هكا تنغسلو. الا كنت دايره الفران سخون دايره فيه شي حاجه، من بعد فاش نحيد الفران تنخشي فيه داك اللاطه فيها الزنجلان حتى تينشف، ولا تنخليه ينشف غير مع الشمس، يعني ما تيكونش عندي محمر. صافي غنستمر بحال هكا حتى نكملها كامله. وكاين اللي تيدير فيها داك الخميره المعجونه باش تفك عليه باش تجي هكاك مفقعه. هو السر حتى في الفران باش تجي مشقه. وكل واحد والطريقه ديالو كيفاش يدير باش تجي هذيك الغريبه هكاك مشقه. صافي انا غنكمل هادشي كامل اللي عندي. وكاين اللي تيخليها تبات، كاين اللي ما بغاش يدلكها ما يدوزها لا في هاشوار لا والو. تتعجنوها وما تديروش لها الخماره، وتتغطيوها تتعجنوها عادي وتتخليوها تبات، تتشرب داك الزيت كامل، تطلق داك الزويت كامله اللي فيها ديال الزنجلان وديال اللوز. ومن بعد الصباح فاش تفيقوا تديروا تزيدوا داك 2 خمارات. صافي تبقاو تجمعوها وتحطوا في اللاطه. طريقه تالي تجي ساهله بلا دليك بلا هاشوار بلا حكاكه، تتخليوها غير تبات. صافي من بعد ما صفتها انا كامله صفتها في اللاطه غندخلها الفران. تشوفوا نتوما القياس اللي درت لها انا بحال هكا، داك القوام اللي درت فيها داك اللوز وداك الزنجلان ها هو راه جا باين. انا ما درتش الحبات كبار، درتهم موين. غندخلها الفران غيكون سخون
تتسخنوا ديجا صافي. ومن بعد قبل غنشوف ندخلها الفران ومن بعد نشوفوا الشكل النهائي ديالها كما تتجي. غتدخلوها الفران في الاول تكونوا شاعلينو وتدخلوها لتحت تتشقق ومن بعد تطلعوها الفوق تتكمل الطياب ديالها. ضروري يكون الفران سخون وفاش تدخلوها لتحت يعني تشعلوا العافيه من الفوق تكون الفران ناقص وتخليوها تكمل الطياب ديالها. ونتلاقاو من بعد باش نشوفوا الشكل النهائي ديال هاد الغريبه. من بعد ما وجدت الغريبه ديالنا من بعد ما دخلتها الفران وطابت وتقريبا خدات شي 20 دقيقه هكاك في الفران. انا تنهضر على الفران ديال الغاز اللي عندي وكل وحده على حسب الفران ديالها. كما قلت لكم تديروها في الاول لتحت تتشقق ومن بعد تطلعوها الفوق. هانتوما ها هو الشكل ديالها، ها هما كي تجي وطايبه من اللور محمره، وهذا هو الشكل ديالها وفي نفس الوقت مقرمله. هانتوما كما تشوفوا ها تتفرتت يعني مقرمله، وداك اللوز وداك اللوز اللي درنا فيها وداك الزبده ديال العبار شنو اخر والزنجلان داكشي الصراحه تعطيها واحد المذاق رائع. وهانتوما راه تخرج بزاف، راه عمرتها الطبسيل وباقي عندي في اللاطه تقريبا تخرج شي 60 حبه، يعني غير نص كيلو ديال الدقيق تيخرج لكم 60 حبه ديال الغريبه. واعره الصراحه، واعره حيت ديروا فيها ديك الزبده ديال العبار الصراحه تعطيها واحد المذاق رائع. نتمنى يعجبكم الفيديو، تبارطاجوه مع احبابكم وصحابكم في الواتساب وفي الفيسبوك. ما تنساوش اللايكات والتعليقات، والى فيديو مقبل ان شاء الله. نتمنى لكم الخير ودعموني باللايكات وبالبارطاج الى جات على خاطركم. وهذا هو الشكل ديال الغريبه ديالنا، نتمنى تعجبكم. ها نتوما انا نقرب لكم باش تشوفوا صراحه تجي روعه. نتمنى تجربوها وتتبعوا الطريقه بلا حكاكه بلا والو. تدوزوها غير داك الهاشوار. الا ما كانش عندكم الهاشوار وما فيهش هذيك ديال البلاستيك تقدروا ديروا ديال العطريه، الموس ديال العطريه، وهي تديروا ما تديروش كونتيتي كبيره حيت انا عندي ديك الهاشوار كبيره شويه واصلا حيت درت غير نص كيلو ديال الدقيق يعني قسمتها على جوج. اما الا كنتو دايرين كميه كبيره وبغيتو تدوزوها في الهاشوار راه تديروا بشويه تديروا العجينه بشويه وتقدروا دوزوها في هذاك الهاشوار ديال العطريه. تبقاو تهزوا غير بشويه. ما عندك ما كاينش تقدروا ديروا الحكاكه الطريقه ديال الحكاكه طريقه ناجحه، غير هي الا كانت عندك الكميه كبيره يعني راه غتعيا تبقاي تحكي اللهم الهاشوار تدوزها دغيا. وها هي الغريبه ديالنا واجده وناجحه 100%. كما تشوفوا ها هي راه مفقعه محلوله يعني ناضيه. يلا الى فيديو مقبل ان شاء الله احبتي، السلام عليكم.